هكذا شعوره تجاه صحابته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. فكانوا يحسون أن النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء في حياتهم، كل شيء. حتى كان يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله والله إني لا أحبك. يعني معنى كلامه أني إذا ذهبت إلى البيت لا يقر لي قرار ولا أرتاح حتى آتي فأنظر إليك. لكن هذا الصحابي قال: لكني أحزن. لماذا يحزن؟ لأنه ذهب بفكره إلى البعيد، إلى الدار الآخرة، إلى الجنة. قال: فقلت أنت إذا دخلت الجنة ستكون مع النبيين في أعلى منازل الجنة، وأنا طبعا يكون في منازل الجنة التي دونها. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه قول الله عز وجل: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففرح بها الصحابة فرحا عظيما. إنما قال: المرء مع من أحب. فما فرحوا بشيء أشد من هذا الحديث عندهم.